كنت بحب زميل ليا من أيام الجامعة، كنا مع بعض طول الوقت وبحس أنا وهو واحد. اتخرجنا واتخطبنا وبعدها على طول اتجوزنا. كنت داخلة الجوازة بحب وحماس وبحلم ببيت وولاد، لكن من أول ليلة اتصدمت. ما كانش قادر يقرب لي. قلت يمكن توتر أو رهبة. عدى أسبوع واتنين وشهر والوضع زي ما هو. كنت بكلمه بهدوء، قولي في إيه؟ كان يرد ويقول ما تقلقيش، دي حاجة مؤقتة. عدى شهور وأنا لسه زي ما أنا، بنتي بنور. طلبت منه يروح لدكتور ويتعالج. قال لي بعصبية أنا راجل مية مية وده وضع طارئ. قلتلك. بدأت أحس بالخنقة والخوف. هو بدأ يتغير. أنا ست وليا احتياجاتي وعايزة أبقى أم. حاولت أتكلم معاه بالعقل، لقيته بيتعصب وبيبعد لحد ما في مرة مد إيده عليا وضربني. ساعتها حسيت إني مش متجوزة، أنا محبوسة في سجن وهو سجاني. حياتنا اتحولت لجحيم، لا احترام ولا حنان ولا أمل في بكرة. طلبت الطلاق. قال لي أنا مش هطلقك، روحي المحاكم لو عايزة. وفعلا رحت ولفيت سنة كاملة في المحاكم. لا هو اتغير ولا حل ولا حتى طلق بكرامة. وفي الآخر اتنازلت عن كل حقوقي، حتى العفش رفض يديهولي. طلعت من التجربة دي مكسورة ومحطمة. حصلت أزيد في عمري وكرامتي. قررت أشتغل وقلت لنفسي هبدأ من جديد. مع الوقت اتعرفت على زميل محترم كان بيفهمني وبيعاملني بإنسانية. جيت أقدم، حكيت له كل اللي حصل. قال لي اللي فات اختبار مش ذنب. أهلي كانوا متفاهمين والجوازة تمت بسهولة وبهدوء، وربنا عوضني العوض الجميل بزوج حنين ومحترم، عارف يعني إيه شريكة حياة، وبيعرف يحتويني ويصوني. نساني السنين الصعبة وخلاني أصدق إن الصبر مش ضعف، وإن ربنا بيعوض بعوض يبرد القلب ويشفي الروح.